السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة عالم تصليح الساعات. طبعا يا جماعة هنتكلم النهاردة عن حاجة مهمة جدا، ازاي افكر اصلح اي ساعة ايا كانت. انا طبعا هتقول ليه بستخدم البوكيت واتشز دي، بحب اوريها لكم علشان يبقى كل حاجة فيها واضحة كبيرة غير الساعات الصغيرة، فمش تقدروا تميزوا ايه اللي موجود فيها او ايه الحاجات اللي فيها. إيه، واحد جاب لك الساعة ديت مثلا، عايزك قال لك مش شغالة اهو، نيجي نشغلها ونشوف. مليانة للآخر، مليانة للآخر زي ما انت شايف. طيب نشوف البالانس كده، يا ترى شغال ولا مش شغال. اهو نجيب الاير باف، لا البالانس الحمد لله كويس، ولما بيبتدي تشتغل لكن بيرجع يقف تاني زي ما انت شايف. طبعا هي دي مفيش مشكلة، كل ساعة زي التانية. الساعة دي كمان فيها حاجة يعني عايزكم تشوفوها كده لغاية آخر الفيديو، حاجة مهمة جدا، حاجة مش موجودة في الساعات التانية أو حاجة غريبة. لأن الموفمنت دي اللي هي الماكينة دي هي عبارة عن حاجة اسمها سلندر موفمنت. سلندر موفمنت دي فيها حاجة مهمة جدا هنعرفها في الفيديو، مختلفة تماما عن الساعات العادية خالص اللي هي المانوال العادية. طيب بنفكر ازاي؟ ما بنقدرش نعمل اي حاجه اهو بنجرب. طبعا هنا دي ساعه طبعا بوكيت واتش زي ما تشوف قديمه، فطبعا دي كانت بتملى من هنا، لكن زمان كانوا بيعملوا زر صغير اللي انت شايفه ده اهو، تتك عليه كده وتقدر تحرك عقارب الساعه. عقارب بتتحرك كويس مفيش مشكله اهو، الغطا كويس كل حاجه كويسه. طبعا هنا زي ما انت شايف في تصليح للمينا، حاول برضو نصلحه. الحاجة التانية زي ما انت شايف كده، بنقول أول حاجة نعمل فيها ايه، نفضي الساعة أهو. بس معايا كده هنعمل ايه، هنفضي الساعة بالراحة خالص، بالراحة، ما تخليش الدنيا تبقى سريعة عشان ايه ما تبص التروس. خلاص كده فضيناها خالص. شوف كده لما هنملاها حتة صغيرة كده سريعة بتملى كويس، بس يعني تشتغل وتقف زي ما انت شايف. طيب تعالوا كده نفكها حته حته كده مع بعض ونشوفها تحت الميكروسكوب اخبارها ايه، وايه الحاجه الغريبه اللي في الساعه دي. تعالوا معايا كده. اهلا بيكم يا جماعه. هي الساعه اللي انتوا شايفينها ديت اللي احنا شفناها قبل شويه، لكن جبناها تحت الميكروسكوب نشوف ايه اخبارها. طبعا زي ما انت شايف هنا الساعه ديت قديمه، كل ترس لوحده زي ما انت شايف، كل ترس اهو، هنا ترس وترس مع بعض ماشيين مش زي كلها في حاجه تختم متبقاش حاجه واحده. هنا ده لوحده بتاع الانكر، هنا الاتنين دول مع بعض اللي هو الترس الوسط والترس التالت اللي هو ده. زي ما انت شايف البالانس اهو، نحاول كده نشغله بالاير باف ديت. بص اشتغل اهو، بس بيقف زي ما انت شايف بيقف. طيب يبقى نفكر ازاي يا جماعة؟ نفكر ازاي في حاجة زي دي؟ على طول نفكر ان في حاجة واقفة اهو، في حاجة في الترانسميشن هنا، في النقل هنا، زي ما يكون ترس بيدي ترس، في حاجة موقفة الدنيا. لكن لما بيعوز يشتغل وعايز يشتغل اهو، بس ايه بيقف اهو. يبقى في حاجة في السكة دي، في حاجة مش مظبوطة في السكة، ممكن حاجة مش نظيفة، حاجة يعني قافلة السكة مخليها ترس لازق في ترس، ممكن زيت قديم، ممكن حاجات كتير أوي نفكر فيها. طب هنعمل ايه؟ هنبتدي نفك الساعة دي. طبعا أول حاجة هنا نعملها ايه؟ نشيل عمود الملو اللي هو هنا اهو، نجيب نبتدي اهو نفك المسمار ده شوية كده، نبتدي ايه نطلع عمود الملو زي ما انت شايف. خلاص كده طلع، دي أول خطوة بتعملها. طبعا لازم يبقى عندك علبة موجودة معاك عشان تحط فيها كل الحاجات دي، دي حاجة مهمة جدا يا جماعة، لازم كده، لازم علبة محكمة وكويسة عشان ما فيش حاجة تضيع منك. لأن لو ضاعت حاجة منك يا جماعة يعني هتبقى حاجة هتزعل جدا، وهتبقى حاجة مقرفة وحاجة يعني تضايق الواحد جدا بصراحة، تضايق أي حد. يبقى خلاص ناخد ده نحطه في البيت. طيب بعد كده نعمل ايه؟ عايزين نطلع المكنة بره. هنا هنلاقي فيه اهو مسمار صغير اهو، هنا شايف انت واخد نص اهو، النص ده نص هنا
بيخبط في الطارة هنا فيخليها ما تطلعش قدام، فبنضطر نلفه عكسيا، يعني نخليه ازاي اهو كده، زي ما انت شايف اهو كده. خلاص كده بقت بعيدة، خلاص بقت هنا مفيش حاجة حاجزة. يعني شوف لما نلفه كده تاني اهو، شايف بقى في حاجة حاجزة هنا، لكن هنا بنلفه تاني كده خلاص تبقى سايبة. يبقى نقدر ننزل المكنة دي زي ما انت شايف. نطلعها بسهولة خالص، طلعت خالص، والكيس اهو لوحده زي ما انت شايف. هنحطه في العلبة برضو لوحده كده في علبة. واو. طيب هنعمل ايه بعد كده؟ هنشيل العارب دي طبعا زي ما انت شايف. هنجيب حاجة بلاستيك اللي انت شايفه دوت، كفر بلاستيك صغير كده، وهنجيب المعالق بتاعة شيل عقارب الساعة زي ما انت شايف. حريص أوي. طبعا فايدة الحاجة ديت اللي احنا حاطينها البلاستيكة دي عشان أولا حاجتين مهمين جدا. طبعا زي ما انت شايف حصل ايه هنا، نتيجة ان هي قديمة قوي. هنا العقرب بتاع الدقايق اتكسر، وده بيتلحم مفيهوش مشكلة خالص ان شاء الله. نشيلهم كده بس نحافظ عليهم كويس جدا، وإذا ما اتلحمش بنجيب واحد جديد بداله، مش أي مشكلة. كل حاجة تاخدها ايزي كده تبقى الدنيا ماشية سهلة ان شاء الله. لا دي مشكلة مهمة جدا، زي ما تشوفش بقى صعبة تطلع، بنشيلها بالعجينة اللي انت شايفها دي، تبقى كده كل حاجة متشالة موجودة. بعد كده بنشيل عرب الثواني اهو، نحط برضو بلاستيكة ديت ونشيله المعتاد عادي. تمام. بس خلاص كده اهو كده اتشال. كل حاجة تاخد وقتها وبالراحة خالص يا جماعة. هناخد وقت في الفيديو ده بس واحدة واحدة، ممكن نعمل كذا فيديو عليه، يعني ممكن حلقة واحدة ما تكفيش تصليح الساعة دي كلها. نشيله كده بالراحة خالص، نحطه في العلبة، متستعجلش في أي حاجة. وأهم حاجة يا جماعة لما تفتح العلبة تحط فيها حاجة اقفلها تاني، لأن ساعات بيبقى فيه ساعات بتيجي تخبط العلبة تلاقي كل حاجة وقعت فيها، تبقى حاجة صعبة دي. طيب نيجي نشوف ازاي هنشيل دوت اللي هو الدايل أو المينا ده. شوف هنا هل في مسامير؟ هنا مفيش. طبعا النوع القديم ليه نظام تاني خالص هوريهولكوا دلوقتي اهو. تيجي تحط الساعة كده بتلاقي هنا في مسمارين اهو، ادي مسمار هنا زي ما انت شايفه دوت ماسك الفوت او الرجل بتاعة المينا اللي هنا، وادي مسمار تاني ماسك الرجل بتاعة المينا هنا اهو. بنيجي نفكهم زي ما قلنا، في رجل هنا اهي وفي مسمار. المسمار ده زي ما انت شايف شاحط في الرجل هنا، فبنيجي نفكه كده كده خلاص. وهنا زي ما انت شايف شاحط اهو، خلاص نفكه كده. يبقى كده خلاص دول بقت الرجلين دول ايه، هنا بقت فري، الرجل دي فري والرجل دي فري. تلاقيه حتى طلع اهو، تلاقيه طلع من غير حاجة زي ما انت شايف. ادي الرجلين بتاعته واضحين قوي وطوال عشان يقدروا يدخلوا. وادي الحتة يا جماعة اللي عايزين نشوفها برضو، ادي الحتة اللي بيدخل فيها المسمار اهو، دي نحاس على فكرة. الحتة اللي بيدخل فيها المسمار هنا، وادي الحتة برضو اللي بيدخل فيها المسمار من هنا، مش ودول نحاس على فكرة، رجلين نحاس. نشيله برضو في مكانه. كل مرة يا جماعة لازم تفتح العلبة وتقفلها. اسمع كلامي، لو طارت العلبة دي الدنيا بتبوظ معاك خالص. أول حاجة بنشيلها بنشيل ترس القنفلة اللي انت شايفه ده اهو، وبنركب بقى تاني عمود الملو اللي انتوا شايفينه ده، بنركبه تاني
واضح ان عليه زيت اهو، شايف عليه زيت اهو، واضح اهو. بس كده، ونقفل المسمار من ورا عشان ما يضيعش، ونقدر نملى او يبقى احنا متحكمين في الساعة دي. نقفل المسمار على عمود الملء. خلاص كده. طبعا انت بالنسبة لك كمبتدئ لازم تقعد تاخد صور، كل حاجة تاخد لها صورة عشان تبقى عارف شكلها ايه، محطوطة ازاي. ممكن تنسى جدا، يعني انت ممكن تنسى. انا ساعات بنسى في حاجات كتيرة يعني، بالذات لو ساعات معقدة، كرونوجراف، الحاجات من دي ساعات معقدة جدا ومش كل ساعة زي التانية، فلازم تاخد لها صور عشان تقدر فاكر ايه اللي بيحصل، او فاكر ايه التركيب بتاعها او ايه الترتيب بتاعها. ساعات فعلا حاجات بتتوه. اول حاجة يا جماعة بنشيل ايه؟ طبعا دي خلاص بقى كده، هنبتدي نحطها على الحامل بتاعها، حامل المكنة اللي هو ده بتاع المخصوص الكويت واتشز، تلاقي الرجل بتاعته طويلة خالص عشان يقدر ياخد أي ساعة وأي حاجة. أول حاجة بنشيل البالانس كأي ساعة عادية خالص، حافظ عليه جدا، ده أدق حاجة فيه. شوف الدنيا ايه، فاضل فيها ملوى زي ما انت شايف كده. طبعا شوف بتتحرك بتقل، انما تلاحظ الحركة بطيئة، مش الحركة المظبوطة اللي هي بتفضي على طول، عشان كده بتقف، مش حاسس ان هي ماشية الماشية المظبوطة. في حاجة غلط في الحتة دي، في حاجة غلط في الحتة دي. بعديها بتشيل ترس الأنكر. طبعا بيستحسن انك تفضي الساعة الأول، يعني يمكن أنا عشان فضيتها ومليتها تاني ما خدتش بالي، بس يعني مفيش مشكلة. لكن ساعات حاجات بالذات هنا مش هيحصل مشكلة عشان التروس كل واحدة لوحدها، وكلها لوحدها هي تختة مخصوصة، مش بقى تختة واحدة لكله. فساعات كتير قوي السنون بتاعت التروس بتتكسر، اللي هي المحور بتاعها. هنشيل اهو ترس الأنكر. شوف لسه في حركة ازاي، متوقع يكون في وساخة بسيطة. شوف لسه يعني بيشتغل ويقف، بيشتغل ويقف اهو. نشيله التختة بتاعت ترس الأنكر اهي، ونشيل ترس الأنكر، نشيل ترس الأنكر. معلش يا جماعة ما تنسوش كل خطوة خد لها صورة برضه، كل خطوة خد لها صورة ليك انت. نشيل الترس التالت. طبعا بسألني ليه التالت، لأن أول ترس هو ترس ترومبة الزنبلك، تاني ترس الأس، ده التالت، ده الرابع. يبقى هنشيل الترس الرابع. وده الترس الرابع زي ما انت شايفه، واضح خالص بشكل معين زي ما انت شايفه. ليه راس هنا، وليه شكل معين يا جماعة. شوف هنا مثلا الترس ده كبير، وده الويل اللي هو الترس الكبير، وده الترس الصغير اللي عليه. بالراحة خالص. نبتدي نشيل الترس التاني والتالت، أو الترس الوسط والترس التالت. طبعا شايف هنا في جول، ساعات يعني بتبقى حدود 7 جول 4 جول كده، مكانش طبعا حاجة لسه متقدمة أوي. ناخد بالنا إن في مسمار هنا،
التختة دي، وفي مسمار الناحية التانية، هنا مسمار اهو وهنا مسمار. كل حاجة بالراحة خالص يا جماعة، إن شاء الله تمشي الأمور كويس. زي ما انت شايف بنشيل تختة وبنشيل الترس التالت، وبنشيل الترس الوسط، ده الترس التالت. زي ما انت شايف كل شكل كده معين. وده ترس الوسط طبعا، ده هيبقى متصل من الناحية التانية بإيه؟ ترس الأنف. خلاص. بعد كده يا جماعة بنشيل تروس النقل هنا، اللي هو تروس الملو الموجودة دوت، وده الترس بتاع ترمبة الزمبرك. يبقى فاضل ترس الوسط زي ما انتوا شايفينه ده، اللي هو متصل بترس القنفلة من الناحية التانية. هنبص عليه اهي، انت شايفه ده اللي هو ده ترس الايه؟ القنفلة، اللي هو متصل بالترس بتاع الملو بتاع الساعة. طيب انا النهاردة هقف على كده يا جماعة، عشان عايز اعرف دلوقتي ايه الملاحظة المهمة اللي انتوا لاحظتوها في الساعة ديت. ويعني اشكر جدا اي واحد يكتب لي في التعليق ايه هي الحاجة المهمة والغريبة واللي مش موجودة في الساعة دي وبينما موجودة في الساعات التانية اللي هي احنا بنشوفها دايما. ايه الحاجة ديت؟ يا ريت تكتبوا لي تعليقات، واللي هيقول لي التعليق والإجابة المظبوطة ان شاء الله هشكره في التعليقات بتاعتي، وان شاء الله هذكره في الحلقة الجاية. وما تنسوش يا جماعة تشتركوا في مجموعة عالم تصليح الساعات، وشيروا الفيديوهات وتنشروها عشان تنتشر لأكبر عدد ممكن من الناس. تحياتي لكم وأتمنى لكم كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.